هلت روايح رمضان كل سنة وانتم طيبين. رمضان سعيد علينا وعليكم، اللهم تقبل منا رمضان، اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين وما مفقودين. طلباتكم غالية عليا، ومنساش شغل الفخار اللي طلبتوه بتاع مصنع براج، طبعا تاني سنة على التوالي نصور عنده، والشغل بتاعته كلكم يعني استعملتوه وعرفتوا الطريقة بتاعته. السلام عليكم. قناة أيام في اسكندرية بتقول لكم كل سنة وانتم طيبين. رمضان سعيد عليكم. عايزين نشوف أسعار التمرية والطواجن. كل سنة طيبين. يلا بينا نروح نشوف الأسعار في المنشية اسكندرية في شارع زنانة. احنا ماشيين في الشارع اهوت رايحين للعربي، طبعا كل سنة بنصور عنده. كل سنة وانتم طيبين. صباح الخير يا استاذ عربي. كل سنة وانت طيب. عامله ايه؟ سنة سعيدة عليك. بالصحة والسلامة ان شاء الله. ايه الجديد بقى السنة دي تقوله لنا ان شاء الله؟ السنة دي في تشكيلة جديدة مش حاجة واحدة بس. والأسعار؟ الأسعار السنة دي يعني مش عالية ومش واطية، يعني الحمد لله متوسطين عندنا الحمد لله. يعني حابة تفرجي التشكيلة كلها صوريها عادي؟ اتفضل نبدأ كده بسم الله. نبدأ منين؟ من هنا؟ خلينا مثلا في المفاعلات الأول كده. ده مثلا كان فلوس السنة اللي فاتت لكن بينور بس. ده عامل النهارده 95 جنيه. تمام. ده بينور صوت وصوت؟ لا ده ضوء بس. ضوء بس. مفيش صوت، ده ضوء بس. 3 مستويات الإضاءة. تمام. في اللي صوت وضوء كده. تمام. ده عامل 125. تمام. عدلنا فيه تعديل بسيط السنه دي، ان احنا شلنا القطعه من فوق من جوه حطيناها فوق، بقى عامل كده. ده بقى غيرت الشكل يعني. بقى 165. بس انا شايف حاجه جديده عندك المره دي اللي في ايدك دي. في حاجه زي كده برضو الاول. ايوه. ده عامله 150. استنى في الجدار عشان الناس تسمع الصوت. حاجه زي كده. ده عامل 150 برضه. تمام. وبعدين صباح الفل يا حمو. ده بقى الكوخ الجديد. ده عامل كام؟ زي نظام البيت كده. في شخصيات كتيره جوه، اي شخصيه انت عايزاها ممكن احطها لك جوه مفيش مشكله. ده عامل 210. كنا عايزين رقم التليفون بتاعك بس. احنا لينا برضو بيج على الفيس فيها الشغل كله. اسمها مصنع براج 2. تمام. اي حاجه عايزه ممكن اي حاجه توصل لحد البيت، مفيش اي مشكله، عندها خدمه توصيل وكل حاجه بتبقى بنفس السعر، مفيش حاجه بتضاف عليك غير سعر التوصيل بس. تمام. مش اكتر ولا اقل. يعني عندك خدمه توصيل. وعدي حضرتك برضو اللينك بتاع الصفحه حطيه في الوصف. تمام. كل حاجه موجوده عندك. تشكيله الاطباق السنه دي بقى تشكيله جميله جدا. بسم الله. التمريه اول عندنا اول ده للشكل المعتاد بتاع كل سنه. اللي هو القلبه زي السبت الصغير. في نفس الوضع نفس الحجم، ده ب 90 جنيه. تمام. عندي نفس الحجم بالظبط حاجه زي كده. ده ب 90. هو نفس الحجم بس ضفت له اضاءه. ايوه. تمام كده. كان موجود برضو السنه اللي فاتت. ده عامل 100 جنيه النهارده. عامل 100 جنيه. تمام. التمريه دي عامله 100 والتمريه دي عامله 90. بعد كده بقى في التمريه اللي بعديها الاطباق بقى بتختلف بقى. طبعا الطبق بيختلف حسب الشخصيه اللي عليه. يعني انت مثلا الشخصيه اللي على الطبق عامله مثلا 150 جنيه. جميل. ممكن احط لك شخصيه ثانيه يبقى السعر ايه. هو مش جاهز عندك ولا انت ممكن تعمله لي؟ انا هقول لحضرتك. بص هنا كده. بص على الشخصيات دي. ايوه الشخصيات ده شغل مصري. اللي قدام حضرتك انت بتصوريه الاول ده كله ده مصري. ده مصري. القطعه هنا ب 50 جنيه. اي قطعه من دول ب 50 جنيه. انت شايفه تشكيله عامل ازاي؟ تمام. حطها انت على طبق. هنيجي هنا بقى كده. تمام. كله من هنا بقى من اول هنا لحد هنا. كل ده كده شغل مستورد. تشطيب الحته بيكون اعلى شويه. تمام. وبيبقى فرق كتير بين الاثنين. في بوجي وفي كنانيس باشكالها كلها. ديت ب 65. لا دي ب 65. صغيره 65 دي. حاجه زي الابريق كده. الكبير الابريق ده عامل 150. 150. بعد كده 95. بعد كده 75. 95. 95. 125. البانيو ده 95. كل حاجه عليها سعرها. انا ما بشيلش حاجه من عليها سعرها. تمام. في بقى تشكيله المباشر دي حاجه زي كده. طيب احنا دلوقتي لو احنا حاطين قطعه من ديت ب 50 جنيه على الطبق، انا ممكن اعمل لك طبق بقطعه ب 75 جنيه. ايوه حاجه زي كده. طبق بالقطعه ب 75. يعني ده كده بنات 75 لو هنحط عليه القطعه المصري. الشعب ديت المصري على حسب القطعه اللي اتحط عليها. في بعد كده لو علينا الطبق شويه هيبقى حاجه زي كده. ممكن نقول عليها مثلا 120 جنيه 100 جنيه حسب برضه القطعه اللي بتكون على الطبق. تمام. بس الطبق دوت مستورد؟ لا ولا مصري برضه؟ شغلنا كله بس ده على فكره عالي. الطبق ده عالي. ما انا بقول لحضرتك الشغل كله شغلنا. تمام. أيوة. الاطباق في ناس بتقول لك انا مش عايز شخصيات. انت ممكن تاخد اي طبق عادي. انا ببيع الاطباق عادي. يعني هو بيتباع الاطباق. ولو عجبك اي شخصيه من على الاطباق ومش عايز الشخصيه دي عايز على طبق ثاني ممكن اغيرها لك مفيش اي مشكله. تمام. في بقى الطبق الجديد بقى بتاع السنه دي اللي هو الهلال النجمه ده طالع جديد. تمام. ده عامل 325 جنيه. بيختلف برضه على حسب الشخصيه اللي على الطبق. حاجه زي كده شخصيه اقل شويه عامل 275. تمام. في بعد كده الصواني النحاس. ده نحاس. ده نحاس نازل في ميه عيار ذهب.
تمام. تمام. نحاس نزل في ميه تيار دهب. ده طبق عليه قطعتين كده عامل 680. القطعتين دول ملزوقين فيه؟ ملزوقين. انا بقول لحضرتك في ناس بتعوز مش عايزه حاجه ملزوقه. مش عايزه. براحتك انت، القرار الاخير يرجع لك. تمام. دي الاطباق بانواعها. طبعا لو اي طبق من دول عاجبك وعاجب اي شخصيه منك احط لك عليه مفيش اي مشكله. ده عامل كام بقى دوت؟ انهي واحد؟ ده الكبير ده اللي ده عامل 375. 375. ده نحاس يا بنات ومطلب ايه؟ ميه دهب. ميه تيار دهب. واللي جنبه؟ افتر بس. ماشي. ده 350. ده 350. في بقى السبت المعتاد بتاع كل سنه الحجم الكبير ده جامبو. عامل 250. تمام. في اللي شكله بس غير، ضفنا حاجه دي ان هو خلينا شكل هلال كده السنه دي. الطبق على شكل هلال. شكله هلال. ايوه. تمام. عامل 225. تمام. في بقى بلورات كده يعني ما اعتقدش ان هتلاقيها عندك البلوره دي. ده شغل جديد يعني، حاجه زي كده ممكن تنور زي نظام اباجوره صغننه. عاملها اباجوره يعني. تحط على النار. بنوصل على اباجوره في نفس الوضع كده زي كده بالظبط. ده ب 150. طب والكبيره اللي ورا دي؟ ما هو انا هجيب لك واحده دي اشكال مختلفه بقى، اشكال كتير. السعر ده عامل 175. يعني ازيد 25 بس دي كبيره. اباجوره دي اكبر شويه. في اشكال منها كتير. تمام. في بعد كده اللي هو زي نظام الاباجوره كده. دي مش هتلاقيها عند حد عامه خالص يعني، ده تصنيعنا احنا بس. دي زي نظام اباجوره كده لمبه. دي بتنور. دي 7 الوان بس طبعا عشان الاضاءه مش هتيجي. لا استنى هي باينه في التليفون. دي بتجيب 7 الوان مش ضوء واحد. تمام. في بعد كده الهلال ده. ايوه. ده هلال قطعتين مع بعض بينور كده برضو. بس جميل على فكره بينور دي. بيجي 7 الوان طبعا، بتكون الوان هاديه في نفس الوقت ان هي ايه مش عند حد. عامل كام بقى ده الهلال ده؟ ده عامل كده 275. بصوا بقى على الشياكه والجمال. الطبق ده بصراحه تحفه قوي وعجبني. الشياكه والجمال الطبق ده تحفه جدا. عامل 120 جنيه. هو الطبق ده نحاس ولا؟ لا استني. ده حاجه وده حاجه. صدق ان انا فكرتهم في بعض. دي مبخره. دي مبخره بس عشان تحطها تحتيها. ده بقى طبق كلبز اللي هو شايل عليه ده ب 265. ده الطبق ده نحاس؟ لا مش نحاس. للامانه مطلي. للامانه مش نحاس، هو مطلي. يعني لمعته جامده. هو مطلي وجميل جدا. تمام. ايوه. طبعا كل حاجه بالوانها بقى باشكالها فوق. اللي فوق دولت نفس السعر؟ لا ده الهلال ده ب 150 جنيه ساده كده. لو حطينا له مثلا اضاءه زي كده اوريكي واحد بينور. واحده انا مالك خالص. حاجه زي كده هيجيب لكم حاجه بتنور. اصبروا كده عليه اهو. بصوا يعني هو ده كده بينور بقى بكام بقى؟ 165 جنيه. 165. وهنا ساده 150 من كلبز او الشيخ. الشيخ بقى اللي قاعد لنا كده على الكرسي ده. دي عربيه. دي عربيه. لا دي كرسي. لا ده الكرسي ده كرسي اهو. ده في كلبز منه بالظبط. ده قاعد على الكرسي كده. ده ب 100 جنيه. ده ب 100 جنيه. شكله حلو قوي. العربيه كلبز جنبه هناك اهو. العربيه دي تمريه ولا عربيه كده بس؟ اهي. بس العربيه تمريه صح؟ يعني ممكن تحط فيها غويطه، ممكن تحط فيها طعم. ده عامله كام العربيه دي؟ دي ب 135. 135 جنيه. الاطباق دي سعرها ايه يا استاذ علي؟ هو الهلال ده اللي انا كنت بوريك تحت. هو ده. والكلبز هو اللي فوق. 250. مفيش بس الطبق الكبير هجيبه لك من جوه. في بقى دانتيل جديد النهارده. لا ده طبق معتاد اللي هو زي نظام. بس انا عامل طورت شويه تشكيله كده حاجه بسيطه كده. ده كام ابو دانتيل ده؟ ده ب 285. 285. بص بقى الجمال. الكاميرا طبعا التشكيله بتاعت الفوانيس كلها موجوده. بصوا طمطم دي جميل قوي. وطمطم والشيخ جوه مع بعض جميل قوي. استنى اجيب لكم من قريب. اجيبها لك خليك زي ما انت. والله تعبينك معانا معلش. بصوا جميل قوي. بصوا الشياكه حلوه قوي. بصوا طيبين. ده طبعا نفس السعر اللي فوق. 210. ما بقول لك الشخصيه اللي بتغير حسب ما انت عايزه. جاب لكم طبعا الكوبايات بس تشكيله مختلفه. رمضان كريم. عاملين كام يا استاذ عربي دول؟ دي المجات دي مستورده. اي مج في دول 75 جنيه. اي مج من دول تبانات عامل 75 جنيه. طبعا الشكل المعتاد ده. المجات دي بقى بكار. دي ب 50 و 55. بصوا دي اشكالها. دي ب 50. 55. 55. بقى اعلى منها شويه حاجه زي كده. ده اعلى من شويه. الاشكال بتاعته كلها برضو. ده عامل 65 جنيه. ده بصوا الطباعه نفسها اعلى شويه بنت فعلا. 75 جنيه. 65 جنيه. اعلى 10 جنيه يعني. اعلى 10 جنيه. بصوا جمال رمضان كريم في 55 اهو. بصوا اشكالها. يا فوق متعلق وراك فوق. الاستيكرات دي عامله كام؟ دي قطعه ب 10 جنيه. دي بتاعت الثلاجه صح؟ استيكرات الثلاجه مع العيله كلها موجوده. بابا حلو يا حلو. اسعارها؟ الخشب ده قطعه 15 جنيه. هي بتلزق ده؟ دبل فيس.
طيب شايفه في جديد بلوره دي عندك؟ البلوره بقى بص البلوره ديت مش الجديدة. هتلاقيها عند حد اخر السنه دي. في ناس لا هو بتعمل شغلك شغل. انا مش بلاقيه فعلا عند حد عشان انا بصور عامه. الشغل ده عامله كام بقى البلوره ديت؟ دي ب 250. دي عامله 250 جنيه. في اشكال كتير جوه البلوره، يعني في كلبز وفي الشيخ وفي طمطم. كلبز والشيخ باشكال كتير. يعني برضو انا بختار الاشكال. في اشكال كتير موجوده، مش انا بحيرك ان انت تختاري شكل. تمام. يعني كلبز في منه زي 3 4 اشكال. الشيخ نفس الوضع، طمطم نفس الوضع. هي دي تمريه ولا ايه دي؟ ايه دي؟ دي مبخره. دي مبخره 165 دي مبخره. شكلها دي مبخره كده. شكلها حلو. طب ايه اسعار البرايم السنه دي معاك؟ البرايم بتاعت الفخار والبايركس تعالي بقى هوريكي هنا بقى. طبعا دي التشكيله بتاعت المجات اللي هي اللوكس. شفناها قدام. تمام. يعتبر نفس الصور بتاعت الحاجات اللي بره. بص بقى الجمال بقى طبعا لازم القله ديت. القله دي بقى بكام عندك الصغننه؟ 45 جنيه. دي صغيره ب 45. الصغيره بنات القله الصغيره اهي دي عامله 45 جنيه. البرايم طبعا. البرايم ده اللي قدام حضرتك ده بيتحط على النار. ده عشان ده مش تبعنا. كل ده كده اتحط على النار وبيخش الفرن وبيخش الميكرويف على مسؤوليتي مش مسؤوليتك انت. البني ده كله بيتحط على النار ويخش الفرن ويخش الميكرويف. حط على النار مباشره. يعني حاجه زي كده. السعر بقى حاجه زي كده ممكن تقلي فيها على البوتاجاز عادي. مفيش اي مشكله. تمام. بس تعمل نفس معامله البايركس. سوء استعمالك انا مش مسؤول عنه. غير كده انا اي حاجه مسؤول عنها. حصل لها اي حاجه على النار انا بتاعتي يعني بتتزن. سعرها ايه كام؟ دي ب 95 جنيه. 95 جنيه. في المقلايه الصغيره بتاعتها كده حمر البيت ده كده ده ب 50 جنيه. ب 50 جنيه. تمام. تبدا بقى المقاسات الزبادي من اول الزبادي اللي هو الحجم الصغير ده ب 20 اللي هو الساده، والملون ده كده ب 25 جنيه. دي ايه فخار برضو؟ كل ده فخار بس. كل ده فخار مش انت كنت السنه اللي فاتت قايل لي على نوع تاني غير الفخار كان اسمه بايركس؟ لا مش بايركس. مش بايركس. هو لا مش بايركس، كان فخار وكان في حاجه تانية انا فاكره. ما هو ده الفخار ده الطمي التاني. طمي هوري ايوه. حضرتك برضه. هو ده اللي بيتحط على النار المباشره، عشان كده اسعاره بتكون عاليه شويه. بيتحط على النار المباشره من غير اي عازل تحته، لا شياطه ولا صفيحه ولا اي حاجه. تمام. بيبدا اسعاره من كام؟ هنقول من 20 اللي هو بتاع الزبادي. من 20 اللي هو بتاع الزبادي 20 لحد مثلا كاتب 30 و25. ما انا بقول لك يعني مقاسات يعني حسب المقاسات. بيبدا من 20 يا بنات. تمام. بعد كده ده اللي هو الكربوطه اللي هو زي نظام اللي بيتحرق الاول بمعنى اصح. ايوه. الناس بتكون عايزه حاجه كنا بنحرقوه بعسل وتحطوه في بس ده ما الفرن. بيتحرقش بعسل. زيت. ما بيتحرقش بسمنه او زبده. ليه؟ بسمنه لان أو ده طميني، لو حملت فيه عسل هيبوظ. تمام. لازم يا سمنه يا زبده. يا سمنه يا زبده. تمام. مقاساته كلها بس ما عندوش الحجم الصغير بتاع الزبادي. كان موجود وخلاص. طب مقاساته سعره كام؟ يعني مثلا الحجم ده عامل 50 جنيه. الحجم ده يعمل كده يعني نص كيلو مثلا، ياخد نص كيلو. خضار نص كيلو صح؟ هم بيعايروا بالكوبايه، ممكن مثلا ياخد كوبايتين ونص. يعني لا هو ياخد نص كيلو عشان انا بطبخ، هو هياخد نص كيلو رز تقريبا. هو هياخد نص كيلو رز ونص بقى ديت. الله على الجمال. بصوا الجمال دي شيك قوي. كلها مش ديكور. ده استعمال. ده عامله كام بقى الجمال ده؟ دي اصغر، دي الصغيره دي حاجه زي كده عامله 40 جنيه. حاجه زي الزير ده كده عامل 150 جنيه. معلش عشان هو اتكلم لسه. الطواجن دي جديده انا اول مره اشوفها عندك. ما هو ده مرسوم حاجه زي كده. ده الجديد المرسوم. ده تمرين مرسوم. بس ده بصوا ما شاء الله دي زي نظام حله كبيره قوي. بس دي بقى فوق ولا في فرن؟ لا فوق. تحط من فوق فرن. زي فرن. ما تحطش من فوق. فرن. تحطها من فوق، تحط تحتها شياطه. لا يبقى من فرن ب 175. في منها 3 مقاسات. الوسط بتاعها ب 130، الصغير ب 90 جنيه. ما شاء الله. تمام. ده اللي هو اللي الطقم ده. طب النوع بتاع الصينيه اللي بتلمع دي ما هو ده بيتحط على، بصي هو كله فخار. كله فخار. بس الفكره ان ده داخل له ماده يستحمل درجه حراره فوق ال 1100. تمام. ده عامل اقول لك حطيه على النار على مسؤوليتي. اللي هو اللي فيه اللمعه دوت اتحط على النار. ما هو ده ب 75. في اللمعه ما ينفعش تحط على النار. زي حاجه زي كده. هو الفخار الشعبي اللي هو ده. الفخار الشعبي ده ما يتحطش على النار. لا بس بيتحط في الفرن. القله دي عنده نشوفوها. حاجه زي كده عامله 40. ايوه. حاجه زي الزير ده عامل 150. أيوة. القله دي في منها 3 مقاسات. اللي ورا دي مثلا المقاس كبير، اللي ورا بنات اكبر شويه كده فيها وتستعمل عادي. عامله 80 جنيه. عامله 80 جنيه. واللي مثلا قابلتها طويله زي اللي هناك دي كده عامله 95.
بصوا دي الكبيره الطويله دي 5 وكام؟ 95. واللي ابوس دي ده ابريق ب 120 جنيه. ابريل 120. طبعاً الشخصيات بقى اللي عندك دي فرقه ام كلثوم، دي فرقه على بعضها 10 قطع. عامله كام بقى؟ دي عامله 200 جنيه. عامله 200 جنيه. الطقم النحاس دوت انا شفته امبارح بسعر، فعايزه اعرف سعره. شفتي طقم كامل عامل كام؟ لا انا عايزه اسمع منك. انا هقول لك بس والله انا شفتي الطقم كامل عامل كام؟ عامل 750 صراحه. 750 950 نحاس. اقول لك انا عندي ممكن اعمل لك طقم من اول 400 جنيه و500 جنيه نحاس. ليه بقى؟ انا بيختلف عندي حجم الصواني. بص يا اسطى، هنختار اول حاجه حجم الصواني. دي الصينيه اللي عندي. بص هو الصينيه اللي عنده كانت المقاس دي اسمها ايه؟ للامانه هو كانت المقاس ده. دي عامله كام صينيه دي ب طيب؟ 220 ودي ب 180. ودي ب 180. تمام؟ شياكه دي شياكه الصينيه. شياكه. تمام. بعد كده الفناجيل بتبدا من حاجه زي كده. ده كده ب 55 جنيه. جميل. في عندي مقاس لونه ب 30 جنيه بس مش موجود حاليا هنا. في مقاس تاني كده ده عامل 65 جنيه منقوش من بره. طبعا ده جواه كوبايه ازاز. انا شفتها امبارح. تمام. دي بعد كده حاجه زي كده عامله 75 جنيه اللي هو فنجان بالطبق. يعني انا ممكن اخد قطعه او 2 او 3 على حسب المبلغ اللي انا عايزاه يعني. وانا عامل على البيج بتاعتي عامل كذا طقم باسعار بتبدا تقريبا من 450 او 500. مغير. الكنكه عندي حجمين والسكريه عندي حجمين والسبرتات عندي 7 احجام منها بتبدا من 140 السبرتايه. تمام. بالنسبه للنحاس بيكون مختلف. ليه بقى؟ ان انت اللي بتقرري الطقم مش انا. انا اللي بختار حجم الصينيه الطقم وكم كله طبق، انت بتختاري على كم دماغك. اسفه كم كوبايه فنجان عايزاه. كوبايه، عايز سكريه كبيره ولا صغيره، عايزه كنكه كبيره صغيره، عايزه انهي سبرتايه. الطقم النحاس انت اللي بتكلفيه على مزاجك مش انا اللي بكلفه لك. تمام. دي بقى المبخره اللي هي المعتاده دي حاجه زي نظام الكعب كده. ده عامله كام بقى المبخره دي؟ دي عامله 50 جنيه. المبخره دي عامله 50 جنيه. الكنك الفخار بقى دلوقتي عامل كام بقى اسعاره؟ كنك الفخار دلوقتي اسعاره اختلفت عن السنه اللي فاتت كتير؟ لا مش كتير يعني. هو الفخار الاسعار مش بس انا ما عنديش طقمه حاليا لان يعني طبعا. لا الكنكه دي عامله كام؟ دي كده عامله 45 جنيه. الكنك ده عامل 45 جنيه. والكنكه دي كده ب 75. جميل. ودي كده عامله 35 ودي كده عامله 25. ايوه. زرنانا فين؟ دي قدره. قدرة فول عادي؟ للفول واللحمه على النار عادي. دي بتبدا ب 150 حاجه زي كده عامله 200 بس ده بدون غطا. انا عايز اسال بس انا احطها ازاي يعني؟ لا هي قدره كده. القدره كده. القدره كده. القعده دي معموله علشان انت لما تخلصي اكل تحطي عليها ما تجيش على الرخامه ويجي عليها ميه ساعه. يعني ده حامل قصدك؟ او لو قدامه سفره وقت تحط فيها شمعه علشان يعني القدره دي هتحط على البوتاجاز عادي. وديت الحامل بس عشان ما تفرقعش يعني زي البايركس. ده الحامل بتاعها بس. سعرهم ايه طيب؟ دي عامله 150. تمام. ودي ب 200 جنيه. اي واحده في الالوان دي. متشكرين لحضرتك يا استاذ عربي. بتشرفونا في اي وقت. كل سنه وانت طيب. سنه سعيده عليك يا رب. السلام عليكم. شرفينا.